منتخب نادي امبي. تشكيلة المنتخب 6 لعيبة من 11 من امبي، 2 من الاهلي، 1 من زد، 1 من سموحة، و1 من الاسماعيلي. تخيلوا يعني اللي من امبي اكتر من باقي من اندية مصر. لعبت كرة عرضية خطيرة والجول الاول. خطيرة جدا 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 وصعب قوي قوي. اسماعيل العود قلنا من بدري لعيب مميز ولعيب كويس، ولعيب الحقيقة بيسدد كويس بالقدمين اليمين والشمال، وعمل اكتر من فنت كده وبيعدي بيهم. انما في غفله من دفاعات منتخب مصر اللي كانت الحقيقه متمركزه بشكل جيد في كل هجمات المغرب السابقه. سابوا له الفرصه في كوره مرتده جوه منطقه الجزاء انه يعني يتعزم ويسدد زي ما هتشوفوا كده الكوره. ادي اهي الاول خطا من في اللعبه ديت. وادي بوهوده لعب الكوره عرضيه اما ارتدت. بصوا اهو بوهوده اهو عمل العرضيه، الكوره ترتد من الدفاع تروح بدون رقابه كافيه، بدون رقابه كافيه. يعني ضربه الرأسيه كانت قصيره قوي من مدافع منتخب مصر حمزه الدجوي. مباريات النهارده اول مباراه مع المغرب، يوم 14 ان شاء الله تاني مباراه مع الجزائر. اليوم الثالث منتخب مصر في راحه، لان بقول لكم 5 فرق، ففي كل مرحله في كل جوله بيبقى في فريق باي اوف يعني. ادي الكوره ياخدها اسماعيل العود. محمد مقطوعه ويشتت لك الدفاع، لعب لكن تسديده تحط الجول الثاني. انا من لاعب حط يعني الهدف كل ما الثاني. ده نعايرك كلام عاوتاني ده كلام. يديك تجي معك نعايرك احمد موهوب قلب السنة انا سلب السماء هذا الصباح. احمد موهوب يجيب الهدف الثاني للمنتخب المغربي. ها؟ دقيقة 67 خليتهم من ليه؟ المباراة. اديتهم انت. طبعا بصوا اللعبكة ماشي الدفاعية نعيلك. بين الثنائي، يعني بين الحقيقة حمزة الدجوي وأدهم فريد. 2 خبطوا في بعض وخلوه يحطها بالشكل اللي احنا شايفينه. فين هم نعيلك؟ هو أحمد موهوب حطها ولفها الحقيقة بوش رجله. بصوا حبان من الزاوية دي أكتر. بصوا حطها بوش رجله فين؟ حطها في البعيدة عشان تباغت الحارس عمرو عادل ان منتخب مصر عبر تاريخه كله في كاس الامم الافريقيه لم يتاهل الا 3 مرات فقط. هذه الكوره معدي خطيره جدا، بيطلع الدفاع واخطاء والهدف الثاني. اخطاء بالجمله. بيسجل اللاعب عبد الله الوزان الهدف الثالث. انهيار غريب 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 وعجيب. عبد الله الوزان بيسجل الهدف الثالث في دقيقة 69 من المباراة. يعني كانت 1-0 لغاية دقيقتين بس. في دقيقتين تغير الوضع من 1-0 إلى 3-0 وأصبحت الخسارة ثقيلة. بصوا للمرة الثانية أخطاء دفاعية ساذجة جدا. بصوا الكرة بتطلع ازاي؟ راحة سهلة لعبد الله الوزان. الميزة عندهم كمان هم بيسددوا كويس على المرمى. بصوا الوزان خدها حط شماله على الكورة. أصبحت النتيجة 3-0. ادي الكورة مع نور اشرف ومعاه اللاعب الياس بالمختار. الياس عايز يعدي، الياس ياخدها نور اشرف قطعها استردها. السكند بول دايما من نصيب الفريق المغربي. خدها مرة تانية احمد موهوب صاحب الهدف الثاني، ولسه خطيرة وترقيص كده ومش معقول. مش معقولة يا جماعة، ده معقولة الكلام ده. زياد بقى هيجيب الهدف الرابع. يعني في لحظة من الفرجة كده من الحقيقة من كل لاعبي منتخب مصر. زياد بقى لعيب مع انه بديل، لكن تشوفوا المهارة خدها. ميرا الاهداف الاربعة اخطاء مباشرة للمدافعين، حاجة غريبة. ادي الكرة واتقطع. بصوا زياد ادي ترقيص ولسه واخدها ودخل جوه. حتى لما املوا تاني حمزة الدجوي ما قدرش يقطع الكورة. انما واضح جدا ان في مشاكل في الدفاع، في التمركز الدفاعي.
وفي الرقابه يعني محتاجين شغل فيها جامد. يعني شغل في حاجتين هما كرة القدم كلها، شغل في الدفاع في التمركزات الدفاعية وفي الرقابة وفي ازاي اقدر اقفل زوايا المرمى، وفي شغل في الهجوم في التمرير السريع عشان اقدر اوصل لمرمى فريق المغرب. ما وصلناش غير مرات قليلة وما نجحناش ان احنا نهدف في مرماهم، وبقت نتيجة يعني بصراحة اقرب للكارثية. زي ما قلت لكم الالتحامات لصالح المنتخب المغربي. بالله تغير قاعد مريم. محمد البنداري مريم ويلا بقى يا راجل حط بيمينك وصل بقى. قال له حط بيمينك يا اسلام يا بلال. اي بزونك برزتنا قال له شعر وحكم ادى ضربة جزاء. خد ضربة جزاء منتخب مصر. رجع يظبط الكرة تاني. مش بحب قوي اللعيب اللي هو يروح الكرة مرتين. بلال عطية وجه لوجه مع ياسين بدوي حارس مرمى المنتخب المغربي، وفرصة لهدف مصري وحطها يا ولد. حط الحارس في اليمين وحطها على الشمال. يسجل بلال عطية أول أهداف المنتخب المصري في الدقيقة 89 من المباراة، يقلل السكور إلى 4-1. 4-1. هادي بلال عطية زي ما قلنا. البحث عن المواهب والناشئين لا يأتي أبدا من خلال اللعب في مراحل الناشئين. بواجه مشاكل كتير جدا بسمعها من أولياء الأمور الحقيقة اللي بيعانوا من انهم مش قادرين في مواهب ما بيقدروش يكملوا نتيجة ان بيطلب منهم فلوس، وبالتالي هم معهمش. وغالبا نجوم الكرة المتألقين بيجوا من الفئات الفقيرة. يعني ادي كرة خطيرة 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 يا راجل بقى. يا راجل بقى ده كان 5 الياس بالمختار يجيب الهدف الخامس. هي الياس بالمختار. يعني قلنا احنا نقلل الاهداف في الدقيقة 91 من المباراة او الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. ادي الياس بقول لكم حتى البدلاء لعيبة يعني مقاتلين. ادي الياس بالمختار حط الكورة بتخبط بغرابة شديدة. طلع الكورة في الشوط الاول وشاركت على التلفازة. بص هو اللي حطها بايده، يعني هو اللي حولها. وشاركت على التلفازة. عمرو عادل المفروض ان حارس مرمى يعني امكانياته الجسمانيه جيده.